سلام، كيفكن حبايب القلب؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله كلكن بخير. انا اشتقت لكم وهي رجعت لكم من جديد بعد انقطاع طويل عن القناة. رجعت لكم، قررت ارجع ان شاء الله، نرجع بقوة، نرجع نستمر على القناة وفيكن وبمحبتكن وبدعمكن. اكيد انا بكبر اكتر واكتر، قناتي تكبر وان شاء الله نكون ايد وحدة وتوصلوني اكتر واكتر يا رب. عن جد يا بنات، لما وقفت انه ما عم بصور كان في ظروف تمنعني، دراسة الأولاد، كان في شغلات يعني منعتني، شغلات صحية، وإن شاء الله كلها عدت على خير يا رب. وإن شاء الله هلأ نرجع أقوى، وإن شاء الله نرجع بالقناة يوميات أقوى وأحلى إن شاء الله. بصور لكم شغلات جديدة، وإن شاء الله تكون بداية خير ان شاء الله يا رب. وينكم؟ ظهروا لي حالكم يلي كنتوا عم تتابعوني هيك بتعليق حلو ولايك حلو من ايديكم الحلوين. وحبيت هيك اليوم ابدأ بأول تصوير على قناتي، طبعا بعد انقطاع طويل. هيك انعزمنا عند ابن حماي، اخو جوزي، بعيد عنا تقريبا هيك 40-50 دقيقة. طبعا مو يعني هيك كانت عزيمة رسمية، الصبحيات عم بيحكوا مع بعض وقال جيبوا الأولاد وتعالوا مشان يسبحوا هيك. حاطين مسبح جديد وهيك حركات، تعرفوا انتو يعني صيف وشوب ألمانيا هون لا يطاق عن جد. يعني انقلينا وانشوينا، صار لنا أسبوع الجو عن جد ما بينحمل من الشوب، الحرارة 36-37، الله يجيرنا يا رب. الشمس هون عندهم في ألمانيا قريبة، عن جد بتحسوها فوق الراس الشمس. والحمد لله رب العالمين، هاي هيك طلعنا كان طريقنا، وحبيت هيك صور لكم أول الدخلة. وهي الولاد هيك مبسوطين كلهم عم يسبحوا وعم يلعبوا مع بعض، وما شاء الله القعدة كتير 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 حلوة، كتير رواق، الوردات، الزرعات، ما شاء الله. المسبح هيك والشلال. وهي ابن حماي وجوزي كمان قاعدين كانوا عم يتحادثوا، وحبيت هيك اخذ لكم مقطع لإلهم. اي والله. وهون طبعا استفتحنا القعدة، الناس تستفتحها بالقهوة، نحن استفتحناها بالبوظة والهيطلية. يا حرام كانت عم تحضرها، لأن تقول يعني بعرف الجو شوب، وهيك الواحد ياكل له شي أول شي يبرد على قلبه، بعدين نشرب القهوة. وفعلا الله يعطيها ألف عافية يا رب، كانت كتير طالعة طيبة. هيك أنا جيت على المطبخ، كانت عم تجهز فيها. هي يعني هي أول دخلتنا، أول قعدة صورت لكم يعني صورت لكم كل شي. وهون هيك أخذنا كمان بوظة للولاد مشان ياكلوها وهن عم يسبحوا، مشان ما ينلكعوا. وهيك وزعت لهم إياها. وهون الهيطلية كمان جبناها وحطينا، وهلأ شوفوا هيك رح أدوق منها، ما شاء الله كانت كتير عن جد كتير طعمتها طيبة. هيطلية، نحن نقلها هيطلية بقى، ما بعرف انتو شو بتقولوا لها. ناس تقلها هيلطية أو حلاية، والله ما بعرف، يعني نحن هيك نقلها. وهي هيك الأجواء هون. طبعا الحرارة كانت تقريبا 35-36 الحرارة يا جماعة. يعني وشوب ألمانيا عن جد شغلة. شوفوا يعني قاعدين برا، والأراضي كلها هيك ميات كل شوي عم بالإجرينا، والمكيف شغال ونار. بس عن جد يعني كتير انبسطنا، كتير انبسطنا هيك بالقعدة، بالزيارة، بالطلعة. الولاد كمان هيك انبسطوا كتير مع بعض. وأنا من جماعة يلي بخاف من الأنهر يا جماعة. أنا من النوع يلي بخاف إنه باخد الولاد على نهر أو باخدهم هيك يعني يسبحوا. عن جد كتير بخاف من هالقصة. هاي جوزي يا حرام كل ما عم يقوم عم ينطرق راسه في المرجوحة، عم شالها كلياتها عم يرفع يزبطها. وابن حماي اجى جايب لنا بريق المي معبيه كله تلج، معبيه بوز، عم بيقول خدوا اشربوا، يعني بوردوا على قلبكم، الله يبورد على قلبه يا رب. هيك اجواء القعدة كانت. وهيك كمان حطينا طبعا الجبس كمان كان بارد في البراد بعد الهيط. شوفوا فتت هيك انا على المطبخ، شفت سلفتي يعني كانت مقطعة جبس، وهون بنت سلفتي عم تطبق الجلاي.
قالت لي مرت عمو كمان صوري الجلاي وأنا عم بفضي. قلت لها والله لصور لك إياها. شوفوا مشان نقول إنه ما عم تشتغل، يعني مشان تقول لأما شوفي كيف عم بساعدك أنا. أي والله. وهيك طالعت لهم الجبس، قلت كمان هيك بوردوا على قلبهم وقاعدين. طلعت ولا جوزي حاطط هيك هالأغاني ومسلطن وأخذ الأرجيلة عم بيأرجل وما شاء الله. وهيك حطينا كمان فواكه وقعدنا هيك. يعني عن جد كانت قعدة كتير حلوة. تمنيناكم كلياتكم معنا، تمنينا كل حبايبنا معنا. وقالوا لي انتو شو كيف عاملين على الشوب، ويلي وصل لهون معي صبايا وبنات ما تنسوا تعليقاتكم الحلوة على الفيديو، وما تنسوني من اللايكات. وهي رجعنا ان شاء الله هيك ان شاء الله نكون اقوى. ان شاء الله رح نرجع هيك بفلوقات حلوة وان شاء الله ان شاء الله يكون في شغلات حلوة جديدة على القناة. وهذا الترمس تبع ابن حماي، يعني هذا لازم يتم دائما معبى قهوة وجنبه. قمت قلت له اعطينا اياه، هات لهون. شربنا قهوة بقى، حاطه جنبه وعم بيشرب هو. بس هو ايشو قال انه باردة القهوة، يعني هلا تجيكم قهوة سخنة، مشان هيك كان ما عم يعطينا اياه. اي والله. وهون فتت كانت كمان سلفتي، يعني ما شفتها من اول مرة، كانت كيف محضرة الصوص، يعني كنت صورت لكم اياه مشان تتبل الفروج ببطاطا. وهون حاطة كمان معكرونة عم تسلقها مشان معكرونة بالبشاميل. وهيك عم بشوفها انه مستوية، جيت صرت شوي ساعدة يعني هيك عايدة. وهون الثوم هي دقته وحطته هيك في قطرميز كمان، يعني هيك فكرة حلوة. وعن جد هيك الواحد المستعجل وهيك على السريع يشوفه قدامه. وهون جيت شوفوا عم بصفي له المعكرونة، يعني عم بمسك في ايد وبصور في ايد. شوي كان صعبة بس يعني مشينا حالنا. وشوفوا كيف الفروج ببطاطا ما شاء الله. الريحة لو تصلكن الريحة هلا هيك هو عم بيتبل غير شكل. شايفين كيف منظره بشهي، والريحة غير شكل. هون حطت ورقة زبدة هيك بلتها في المي وحطتها فوقه لأنه كله نيف ني نطبقه مشان يستوي. وجيت أنا هيك عم بلفه بالسلوفان وحطيته بالفرن. قلت له وداعا يا فروجة بين ما تستوي. وهيك حطيناه بالفرن. وهون بنت سلفتي كمان عم بتقلي الفروج، مشان صدر فروج يعني قطعته مشان المعكرونة بالبشاميل. اي والله. وهي كانت عم تقلي فيه. وجينا هون هيك عم بدوق لكم المعمولات، ما شاء الله بيشهوا. طعمتهم كتير كتير طيبة. بس انا عم بسألها بقلها ما في بالتمر، عم تقلي لا بالفستق الحلبي. قلت لها هدول كلهم بالفستق الحلبي؟ عم تقلي ايه. انا بحب المعمول في التمر، مين مثلي هيك بحبه في التمر. بس قلت يلا ندوق وحده مشان افرجيكم اياها يعني. بس الطعم كتير كتير طيبه. هون جيت انا عم بحرك كمان عقيده، هي عم بتحط لي عيارات البشاميل. عم نجهز الصوص يعني مشان الطبقه ونحطها بالفرن. شايفين كيف اول شي حطت سمنه وزيت يعني مع بعض، وبعدين الطحين حركناه شوي. وبلشنا هلا نضيف الحليب لحتى هيك بلشت تسمك. حطت لها مع جبنة موتزاريلا مبشورة مع الصوص مشان هيك يعطي مطة حلوة. شايفين كيف. وهلا تبلش تحط لها التوابل، بس انا مو عم بحرك يعني صدقا ما عم بحسن صور كل شي. حطت لها توابل كمان مع البشاميل وماجي، طلعت كتير طيبة. هي هون هيك خلطناها بالصينية وحطيناها هيك في الصينية وبلشت تحط هيك عوجها الجبنة. شايفين عم بفرجيكم اياها، جبنة الموتزاريلا المبشورة يعني بنحطها عوج المعكرونة بالبشاميل. هلا هيك جهزتها على ما يكون صار الفروج يعني. هلا حطيناه فوق مشان يتأمر، نطالع ونحط المعكرونة كمان بس تأمير لأنه كل شي مستوي. وطالعنا الأولاد هيك عملنا لهم حمام هيك على السريع. وغطينا كمان المسبح أنا وسلفتي مشان ما حدا يرجع من الصغار يفكر إنه يرجع يعيده، لأنه خلص يعني صار مسا. لا تشوفوا إنه لسه ضوء، بس عنا في ألمانيا ما يعني ما بتعتم على بكير. شايفين كيف. وبركنا
هيك حطينا، قلت لها خلينا ناكل برا يعني هيك أحلى ويكون برودة أكتر، لأنه صار هيك في عندهم على التراس الخلفي صار في، وكانت قاعدة عن جد كتير حلوة. وهلأ هيك بلشنا نحط يعني كان الأكل كتير طيب. هون السلطة كمان كانت فيها فارمتها ما شاء الله، يعني أكلنا كلياتنا وكفى وزاد ما شاء الله. أي والله. وهلأ هون أنا قمت عم براسل الأرجيلة يعني للمرة الثانية. شايفين بس هيك لفت نظري هذا الصحن هيك شايفينه كيف أخضر، عم بقلق إنه إشو هاد يعني منظره هيك حلو، ولا تقلي هاي بذور الشيا إنه نقعتهم في المي وحطيتهم هيك على محار، عبيتهم مي غمرتهم وحطت البذور عليها، وشوفوا ما شاء الله كيف طالع. شايفين كيف ما شاء الله، عن جد منظره كتير كتير حلو. يعني أول مرة أنا ما عرفت شو هو، يعني جيت سألتها وقلت يلا صور لكم إياها وناخد هيك معلومة جديدة وشغلة حلوة. يعني هيك الواحد يقطع منه يكون أخضر، تحطوه مع الفريش كيزة، مع يعني الجبنة بالساندويش بالصمن لما تعملوا للولاد على المدرسة يطلع كتير طيب. هون خلصنا الضبضبة طبعا ولملمنا وهيك خلصنا، بركنا بقى هي قعدة الرواق هيك الأرجيلة وكاسة الشاي هي لابد منها بعد الأكل. انتو كمان من جماعة تشربوا الشاي بعد الأكل؟ والشلال عن جد كان كتير حلو ما شاء الله، يعني هيك عم بروح وأجي أصور فيه، يعني كان كتير هيك عاطيه هيك جو حلو وهيك للقعدة. شايفين كيف ما أحلاه، بس الأضوية ما عم تبين كتير لأنه الدنيا نهار. شايفين يعني هذا كله أضوية هيك شغالة، بس ما عم تبين كتير لأنه الدنيا نهار وما بتضوي منيح. شايفين ما شاء الله، يعني كانوا هيك مزبطينا وكتير كانت حلوة القعدة وهيك رواق. ابن عمي عم يقول عندي مصيف خلص بدي أجره. اي والله، وكتير كانت قعدة حلوة وانبسطنا. هون هيك الشايات هلا كان جوزي وابن حماي قاعدين عم يتفرجوا على مباراة اسبانيا، ونحن قاعدين برا عم نشرب شاياتنا، وهي هيك موهيتو كمان قامت عملت لنا اياه كمان كان طيب كتير. شوفوا انا رأسا بدوق لكم وبعطيكم رأيي يعني، بس لا كان طيب. هلا هيك يعني صورتها كمان، شوفوا هلا بعملكم هيك حركات وبصورها جنب الشلال وهيك يعني حركات شو بيعرفني مشان اصور لكم اياها مشان فرجيكم القعدة شوي كيف. اي والله، وهيك كانت قعدتنا وسهرنا شوي يعني وطلعنا. طبعا الجو هون في ألمانيا ما بعتم، يعني بالعشرة تطلعوا 9:30 10:45، يعني كل لسه تشوفوا تقولوا الدنيا نهار كأني الساعة 6 7 المساء يعني. اي والله، وهي هيك كانت اجواءنا. القعدة كانت كتير حلوة، كتير انبسطنا، قضينا يوم كتير حلو. الولاد لعبوا وسبحوا وانبسطوا هن ولاد عمون، والحمد لله رب العالمين. هيك الله يديم الجمعة واللمة الحلوة يا رب، ويخلي لكم احباب قلبكم ان شاء الله. وهيك وعملنا قهوة طبعا آخر الشي شربنا، يعني هي قهوة الوداع، بس ما صورتها كنت ملبوكة مع الأولاد. وهلأ هيك طلعنا. شايفين كيف هلأ هون الساعة 9 يمكن 9:30 كانت، بس شوفوا الجو كيف، يعني كأني يعني مو قلت لكم كأني الساعة 5 6 العصر. والحمد لله رب العالمين. هذا هيك كان طريقنا. أنا بحب كتير طرق الضياع هيك، يعني شوفوا كيف هيك، بس حبيت صور لكم مقطع. ما شاء الله شوفوا كيف الطريق، شوفوا كيف الخضار، شوفوا كيف الجو، والحمد لله رب العالمين. الله يخلي لكم احباب قلبكم يا رب، وما تنسوني من اللايك والتعليقات الحلوة والاشتراك. يلي مو مشترك بالقناة يروح يشترك ويفعل زر الجرس مشان كل ما نزل فيديو جديد بيوصلكم. وإن شاء الله انتظروني في فيديوهات حلوة وجديدة وقوية إن شاء الله على القناة، ورجعنا أقوى من قبل. تشجيعكم لإلي إن شاء الله نستمر ونقوى ونكبر أكتر وأكتر. سلام.